الأستاذ محمد عبد الله ده مطرب خلوق جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني صوتا وأداء، مش بس كده، ده مطرب كبير وإحساسه عالي جدا، زائد إنه ملحن راقي، وكمان بيوزع. يعني ممكن نقول ايه، 3 في 1، زائد انه اصلا يعني راجل اصلا يعني في الاساس خريج صحافة واعلام، يعني في كلية اداب. راجل يعني نقول ممكن شامل، وانا دايما مسميه متعدد الاغراض. يعني ايه متعدد الاغراض؟ يعني راجل يعني بسم الله ما شاء الله، مطرب، ملحن، موزع موسيقي، زائد ان هو بيمنتج برضه. يعني ما ننساش حته المونتاج ديت اللي فعلا اثبت جداره فيها. وزائد بقى الحس الصحفي، ناقص بقى ان يكتب الكلمات ويقول لنا ايه، روحوا انتوا بيوتكم. وانا واثق ومتاكد ان الاستاذ محمد يعني ما بيستغناش عن حبايبه، لان طبعا كان ليا الشرف ان احنا عملنا اعمال مع بعض برضو، اللي هي اغنيه اعملي لي مشاركه ومهرجانات بقى. مش معنى المهرجانات، لا، ده مهرجانات حاجه يعني ممكن نقول ضد او مثلا يعني ايه، بتهاجم بس بطريقه لبقه باسلوب محترم. لان برضو احنا ما بنقللش من حد، بس في نفس الوقت الذوق المصري يعني معروف ولا يعلى عليه. مش عايزين حد يضحك علينا بأي حاجة، يعني كلام هابط ما بنحبوش. فطبعا أغنية مهرجانات اللي ما سمعهاش يسمعها، أنصحه إنه يسمعها، هيلاقي فيها عبر كتيرة، ويعني بكلام جميل محترم مش مبتذل، بيعرف الحياة. ومن ضمنها الجملة الشهيرة اللي احنا دلوقتي واخدينها شعار لنا، لازم نخلي الفن يعيش، طرب أصيل غيره مفيش. احنا عايزين ايه غير كده؟ فبصراحة اللي ما سمعهاش أنصحه إنه يسمعها. لازم نخلي الفن يعيش، طرب أصيل غيره مفيش. مهرجانات ما تساوي بقشيش، ما هي كل حاجة وليها أصول.